السلام عليكم بنات، كنتمنى تكونوا كاملين بخير. اليوم ان شاء الله غادي ندوي لكم على تجربتي الخاصه مع البروتين. عارفه بلي كاينين بزاف البنات كيكونوا تالفين واش يديروا بروتين، واش البروتين كيطيح الشعر، آه واش زوين ولا ما زوينش، واش كيبقى ولا ما كيبقاش، الثمن ديالو. المهم انا غادي نحاول نعاود لكم تجربتي الخاصه انا مع البروتين. باش نشرح لكم الطبيعة ديال الشعر ديالي هو كان عادي، ما كانش رطب ولكن كان عادي، شعري ما كانش حرش. ومع الوقت كنت كندير الترطيبة، كنت كندير سيشوار بزاف، شعري تحرق، كنت درت له اكسجين، يعني شعري دق دق بهذا المعنى. وكان الحل الوحيد اللي كان عندي هو انني خاصني ندير بروتين، وكان قبل العرس ديالي، وكان هذاك هو القرار انني قررت ندير بروتين حيت ما عندي ما نلبق في شعري بهذا المعنى. وحتى انني كندير الزيت وداكشي ولكن ما كيرطبش ليا شعري، يعني كي غير كي كنعالجو شويه ولكن الشعر ما عمرو تيرطب. حتى مع الباتشا وداكشي ولا كيجيني الشعر منفوخ، المهم شعري ما ارتاحيتش ليه. أه... باش نوصف لكم شعري في الطول ديالو فين واصل، تقريبا شعري واصل النص ديال ظهري، ولا اكثر من النص ديال ظهري. وتقريبا تقام عليا ب28 ألف ريال. بشحال بالدرهم؟ نخلي لكم بشحال بالدرهم حيت ما كنعرفش بزاف تقريبا 1500 درهم، قل 100 درهم. المهم تقريبا بحال هكاك باش تقام عليا الثمن. أه وغادي نشرح لكم لي زيتاب اللي داروا ليا بالضبط. بديت البروتين مع 3، انا مع شعري كرد مثلا حتى 12 الليل. وحلو ليا في شعري حيت شعري فريمون كتير كتير كتير، أم، كتير وحرش، ماشي كتير ورطب، كتير وحرش. المهم المهم الحمد لله على كل حال. انا تنقول لكم انا هادشي غير باش نوصف لكم شعري كيف داير، واش تفهموا سيتوياسيون، باش تفهموا زعما كيفاش القضيه دايره. المهم قلت لكم، بدات لي مع 3. كتغسل لك شعرك، كتنشفو، كدير لك البروتين، لشعرك، كت كتخليه على الاقل ساعتين. خليت انا تقريبا ساعتين هكاك، ورجعت عندها. كدير لك عليه الالومنيوم، كتقدر تمشي تاكلي ولا تجلسي ولا نتي شغلك هذاك. بقى في شعري ساعتين، رجعت غسلته وتسرح ليا سرحت ليا البنت بالسوشوار. من بعد عاودت وقيله غسلته، لا لا ما عاودتش غسلته، سرحته ليا بالسوشوار. من بعد تبعته البنت الاخرى، درت ليا البلاك هذيك هي اللي كتكون شويه صعيبه، ولكن نعاود لكم تجربتي الحقيقيه ما نكذبش عليكم. كاين تف شتي الا كان عندك شعرك كتير ماشي مشكل صراحه. بالنسبه للبروتين انا كتجيني الا كان شعرك كتير ماشي مشكل، اما الا كان شعرك قليل راه غادي تنتف بعدا. غير في ديك المرحله وهي كتقاد لك البروتين راه كتنتفي مزيان، حيت كتبقى دير لك زغبه بزغبه، وخصوصا الا كانت تخدموا لك مزيان البنت راه كتنتفي ضروري. كتبقى كتمشي لك بشويه 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 بشويه، وكتبقى غاديه وتسرح، وكل ما كتشدش واحد الميش كبير، ما كتشدش بزاف الشعر، راه كتشد غير شويه ديال الشعر، وكتبقى تسرح 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 تسرح، ما كتسالي حتى كيغفر لك ربي الذنوب. ما نكذبش عليكم صراحه شويه صعيب في ال... فاش كيكون كيتقاد صراحه صعيب. انا جاني صعيب حيت فريمون تنتفت مزيان، ومع شعري حرش كتبقى توحل المشطه. كتوحل المشطه وانا كنت نتف. مهم الصراحه خدمته ليا مزيان، نعطيها الصحه ما شاء الله. صراحه خدمته ليا مزيان، ولكن خلاص تنتف نقول لكم الصراحه. المهم كتسرحوا لك، كيتسرح الشعر مزيان. من بعد كتغسلوا لك باش تاكد انت من النتيجه واش مزيانه ولا لا. كتسر كت كتغسلوا لك وكتعاود تنشفوا غير شويه بالسشوار هكا باش يتحيد منه الماء صافي. كتلقاي الشعر مسبسب ومطلوق والزغبه طايحه،
وصراحة واعر 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 واعر. انا درتو كيف قلت لكم قبل العرس ديالي. خطير خطير خطير. كيخلي الزغبة طايحة، عرفتي كلبس الزيف شعري كيبقى طايح طايح. كل مرة كيقول لي شي واحد جمعي شعرك، راه شعرك مفتوح. يعني الشعر تيبقى مسبسب بهذا المعنى. صراحة كنت كندير سيشوار، ولكن مع شعري ناشف بزاف ما كيجيني السيشوار زوين. ماشي بحال البروتين يعني لا علاقة صراحة، ماشي بحال كيبقى الشعر مسبسب بزاف بزاف. نقول لكم دازت الشهر الاول كيبقى الشهر مسبسب، الشهر الثاني مسبسب، كيبدا يطيح في الشهر الثاني. صراحة كيبدا يطيح شوية، حتى في الشهر الاول كتولي تحسي بشعرك شوية تيطيح. يعني هي نورمالمون حتى قبل كيطيح لك الشعر، يعني انا حتى قبل ما ندير بروتين كيطيح لي الشعر، يعني عادي، ما تخلعتش بزاف، يعني عادي حيت الشعر كيطيح. غير حيت فاش كتكون داير البروتين كيبقى يبان لك طويل طويل ومسرح. يعني المهم كتولي تخافي شويه. أه نقول لكم في الشهر الثاني حسيت بشعري شويه تيطيح، حسيت شويه كيطيح اكثر. الشهر الثالث شويه ماشي بزاف، قل ما بقاش كيطيح بزاف. وصافي من بعد الرابع الخامس كيولي لك شعرك عادي، ما تيبقاش تيطيح بالنسبه باش كيطيح نورمالمون. يعني ما كيبقاش زعما ما كيطيحش كتير ولا شي حاجه. أه صراحه هذه تجربتي الخاصه. غادي كنحاول نفسر لكم داكشي اللي دزت منه. أه المهم تقريبا الشهر الثالث الرابع كتولي تحسي بشعرك شويه كيرجع للطبيعه، ولكن الشعر كيبقى شاد البروتين صراحه. انا دابا غاديه لعام ونص دايره البروتين، ودوك البلايص فاش كنت دايره البروتين بلا لي غاسيل اللي ناضوا ليا، حيت لي غاسيل اللي تيخيبوا البروتين من بعد كيبقى كينوض لك الشعر الاصلي، تيبقى البروتين لتحت. صراحه لحد الان دايره البروتين وعمت في البحر وما خليت ما درت، زعما عادي شعري عادي. وكتلقاي ديك البلاصه فاش كان البروتين باقا شويه مسرحه على الاخر، يعني ماشي مسرحه كيف كنقولوا مسبسبه، ولكن كتبقى الزغبه طويله، ما كتبقاش مجعده بزاف. فهمتي؟ كنحس بشعري انه رطب من التحت. كنقول لكم دابا عام ونص والبلاصه فاش درت البروتين باقا شاده فيها شويه. يعني البنات اللي خصوصا كاع البنات اللي مولفين البلاك، ولا اللي مولفين يعتنيو بشعرهم، انا صراحه ما كنعتنيش به بزاف. يعني الا تناضوا ليك لي غاسين راكي غادي تسرحي بالسشوار غير لي غاسين وصافي، يعني ماشي شي حاجه، وغادي يبقى لك شعرك مسبسب مع واخا يدوز الوقت. انا تنقول لكم عمت به في البحر وكل شيء وباقي شعري شاد في البروتين. وحتى بالنسبه للثمن راه على حساب البرودوي. انا صراحه 28 ريال غاليه، ما نقول لكمش رخيصه، ولكن تاني على حساب البرودوي واللهم ندير حاجه زوينه ولا ندير شي حاجه خايبه وتخيب ليا شعري تزيد تكفسوا ليا. هو اصلا مكفس يعني ما عرفتش صراحه، ما عرفتش نقول لكم واش تصيدت ولا ما تصيدتش، تقولوا لي نتوما واش تصيدت ولا ما تصيدتش. من المهم هذه تجربتي الخاصه انايا مع البروتين. أه وشنو غادي نقول لكم باقي عليه. البروتين ما تيبغيش الزيوت. كيف قالوا لي انا كنت كندهنو بزيت العود، زيت الكوكو. من بعد ما كنت كنسرحو بسشوار كنت كندير زيت الكوكو، زيت الكوك. كنت كدير زيت الكوك وكان صافي صراحه كيرطب الشعر وتيخلي فيه ريحه زوينه، واحد اللمعه زوينه. هذا هو الروتين اللي كنت كندير. ما كنتش كندير وصفات ممنوع ديري الزيت قبل الدوش ولا هذا، حيت حيت تيحيد البروتين. هادشي اللي قالت لي الكوافوره. وضروري كتبعي الشامبوان ديالو. انا كنت تبعت واحد سميتو، يلا تفكرت الشامبوان سميتو ايس كريم، زوين فيه ريحه زوينه كيخلي الشعر هابط زوين صراحه. وضروري تاخدوا الكريم ديال الشعر من بعد باش تخليه هكا كيبقى لك رطب ومسرح. حتى واخا يدوز الوقت، يعني واخا تفوتوا عام ولا شي حاجه، ديما تاخدوا الكريم من بعد حيت يخلي داك البروتين يبقى هابط والشعرات تبقى هابطه.
بالنسبه للشامبوان خديته واقيلا ب80 درهم ايس كريم. وكنت انا خديت واحد لاكام اخرى وشريتها عند الكوافيراس وتقمت عليا غاليه، تقمت عليا تقريبا السيروم والكريم والشامبوان ب500 درهم. يعني ضربتني الكوافيره حتى لزنافري. مي معليش، المهم انا تنقول لكم خذوا ايس كريم، ايس كريم 80 درهم رخيص. وخذوا شي سيروم ولا كريم ديال الشعر من بعد. الصراحه ما عنديش شي سميه اللي نقدر نوصيكم بها باش ما نكذبش عليكم ولا شي حاجه. مي من الاحسن ما تسمعوش بزاف للكوافيره، حيت الكوافيره باغا غير مصلحتها. في اي حاله راه باغات غير مصلحتها. انا قالت لي لا، راه ماشي نفس الحاجه، راه واخا تبان لك هكا راه ماشي نفس الكاليتي وكذا وكذا. وتيقتها. المهم ورا كتعرف كتكونوا مزروبين مع العرس وداكشي وكتوليو باغيين غير تفكوا تولي احسن نتيجه. المهم ما تطيحوش في نفس الحاجه اللي طحت فيها انا. و وصافي. هذا هو الفيديو ديال اليوم، وهذه هي تجربتي الخاصه مع البروتين. كنتمنى الا فاتكم ديروا لي جيم وديروا لي ابوني الا عجبتكم تجربتي. أه هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى نشوفكم على خير ونتلاقاو في الفيديو الجاي.